الماده دلوقتي وصلت ربنا مفيش المدارس والكهرباء عملي اللي جابها مصر. لا والتليفون لسه جايبها. اعمال السنه انا بتكلم على الجزئيه في ضرب ضربناه وفي ضرب ولا واحد. بصوا يا جماعه حتى اليوم لم يصل الباشمهندس عبد المنعم اول اي ورقه بان كل واحد انهى المنهج بتاعه بتاع الترم الاولاني، مفيش ولا تخصص. فقدامنا لحد بكره بعد بكره الباشمهندس عبد المنعم هيجيب مذكره للناس اللي ما جابتش في اللي هو ايه ان هو انهى الامتحان كله ده ولا بص ولا انهى تدريس بالنسبه للكنترول واعمال السنه تنتهي واللي اتاخر يبقى احنا بنحدد احنا نعاود نفسنا وسنه مالهاش لازمه يعني. الحضور في الامتحان الحضور يومي في الامتحانات. احنا في الترم الاولاني يعني حضراتكم شايفين ان احنا بنتعامل مع بعض ان كان لسه بلوم تخصص معايا النهارده واخويا كبير بقول له يعني بعد اذنك يعني ما تخليه يعني ما تخليش يعني حد مالوش شغل ما بعض التنظيم ما يسيبش حد. لكن بعد كده ايام الامتحانات يا جماعه كل واحد بنفسه امتحانات ما فيش واحد يجيب نهائي. مفيش واحد يجيب نهائي في الامتحانات مطلقا. اي واحد ده وفاء فين؟ قبل وفاء من اول مدير مدرسه استاذ عبد الله الى اي واحد مدرسه انت حره في الناس الشغالين الا اللي يجيلك ورقه مختومه ومعتمده فقط. لكن مفيش حاجه اسمها ان ايه ان ده يعني سكرتيره لو ما بعتلكيش الاربع هناء ورقه ان تستثنيها ما تستثنيهاش. شوفي لا اصلا ده اللي قاعد في القسم انتوا حاططني ليه؟ لو ما فيش ورقه منا معتمده ومكتوبه ما تستثنيش حد نهائي الا بورقه وبعمل معين تعمل كلنا اداري في اثناء الامتحانات اللي هي تحريريه. امتحان عملي خلاص انتوا بتقوموا ايه بشكل مناسب. لكن في الامتحان التحريري حضرتك المدرسه كلها قدامك مرايه كامله مفيش حد منا مستثنى خالص نهائيا. مفيش حد منا مستثنى نهائي. ولازم الولد يجيلك ايه بالتوصيف بتاعه شغلته ايه هيعمل ايه قاعد يعمل ايه. استاذ الباشمهندس ماهر النهارده وبكره خلصنا جدول العملي زي ما هو واليوم الفاضل هتتحط محاضرات المواد الثقافيه واماكنها عند المدرج هنا او العملي يا هنا يا في العملي. بالنسبه للجماعه بتوع العملي بلاش موضوع المحاضرات ده استاذ سامي احنا مش هنبقى فاضيين هنبقى مش اللي ما يجيش له اسمه معاك بس اللي ما يجيش له اسمه معاك ما تستثنيش حد ما تستثنيش حد لا بقول لك خد من شؤون الطالب عامل ايه الاسماء كلها هنبقى قاعدين صح مش هيبقى وقت للمحاضرات هنبقى بنصحى عشان العمل يبقى فيه الناس تبقى نظريات المواد الفنيه معتمدين على الصوابع يعني 2 أو 3 في التخصص. ايوه حاضر. طب مين اللي هيصحح ومين اللي هيكتب محاضرات؟ حاضر هتلاقيها متنظمه وانا قاعد مسمار وانا بنعملها هتلاقي حضرتك كل اللي هتديها يا استاذ سعيد مره ماشي مره. انا هعمل حساب كده ان في الرياضه مره العمل مره الفيزياء مره حضرتك مره في الاسبوع مره في الاسبوع يعني هي ساعه لو قلتك مرتين دي يبقى ايه عشان قلت لي 2 يعني مره ميكانيكا مره فيزياء يبقى كده بس. عايز محاضره للبنت تشيلها عشان احنا لان المسابقات اللي احنا ضربناها بعد نص سنه هتشتغل. بالنسبه للعمل الجدول زي ما هو العمل زي ما هو والبنت العملي زي ما هي مش كل يوم في يوم مثلا العمل ماشي. كم واحد يعرف بالنسبه لكل سؤال انت فاهم معايا يا ريس السؤال بتاعنا بس عشان نعرف المفروض ايه كنا قدامنا شيء دلوقتي لكن الفروق صمر الفروق بالنسبه للعمل هيبقى الناس